السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد فترة غياب طويلة جدا. في جملة قالتها ست، من كتر ما كانت مكسورة حسيت إنها خبطت في ظهري. يا ابني حرام عليك، اعتبرها زلة شيطان مني، دي غلطة من 12 سنة. لما سمعت الكلمة دي عرفت إن اللي جاي تقيل جدا. هنحكي لكم القصة دي. ست عندها 48 سنة، أم لولاد محترمين، واحد دكتور والتاني في وظيفة مرموقة، وبنت متجوزة وعايش حياتها. يوم ما الاكونت بتاعها اتسرق ما كانتش تتخيل ان لحظة غفلة هتفتح باب من ابواب جهنم. البير اللي سرق الاكونت دخل بكلام ناعم: انا زميلتك، ده اكونت جديد عشان القديم اتقفل، هيجيلك كود دلوقتي، ابعتهولي عشان نضيفك في الجروب. الست من طيبتها بعتت الكود. تاني يوم الحساب اختفى، حاولت ترجعه معرفتش، قالت خلاص هعمل واحد جديد وهو ربنا بيستر. صاحبنا بدأ يقلب في الاكونت القديم لحد ما لقى صورة قديمة بينها وبين حد كانت بتكلمه، صورة شخصية محرجة حبة يعني، ومش فاكرة إنها كانت موجودة أصلا. بدأ يهددها: هتبعتي ولا الصور دي هتوصل لجوزك وولادك؟ الست اترجته، بعتت له أول جملة قالتها: يا ابني حرام عليك، اعتبرها زلة شيطان. حرام عليك، بس هو ما كانش بني آدم، كان شغال في الابتزاز ودي كانت شغلته. جاب حساب جوزها وبعت له الصور. الراجل اتصدم بس كان عاقل، قال لها انا هطلقك، بس الواد ده لازم ادوس عليه بالقانون. جولي المكتب وبدأنا نشتغل. رغم كل احتياطاته ربنا كشفه، اتقبض عليه وتوجه له تهم، مجموعة من التهم: تهديد مصحوب بابتزاز واستخدام مواقع التواصل، ودي كانت واحدة من 3 قضايا ضده. في الآخر اتحكم عليه ب15 سنة سجن. بصوا، الست دي دفعت تمن غلطة من 12 سنة، واللي كان في نيتها طيبة. لكن احنا مش بنعيش في النوايا، احنا بنعيش في واقع مرير جدا. ما تبعتش كود لأي حد مهما قالك عليه، ما تسيبش صورك في شات مهما كانت علاقتك بالشخص ده وقتها. اوعى تخلي حد يهددك، لأن القانون في صفك، بس انت لازم تتكلم.